السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا مع ملك الأجهزة محمود عباس. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم على الأمة الإسلامية جميعا. ربنا يعود علينا وعلى كل المسلمين بالخير يا رب في الشهر الكريم. جبنا لكم النهاردة فرن الحشاش الميني الجولد الستانلس، حاجة عظمة ما فيهاش ولا كلمة من الغلطة. حاجة الصراحة محترمة جدا تشرف أي حد يستخدمها. حاجة في قمة الجمال، شكل خرافي فوق مما تتخيل. على الطبيعة أحسن بكتير بكتير مما تتخيل من الفيديو اللي أنا بصوره. صراحة الفيديو مش مصور القطعة الفنية الجميلة اللي مصنع الحشاش عاملها لنا، قطعة فنية تستاهل فعلا الشكر للمصنع. الحمد لله، طول ما انت وراك مصنع محترم وإدارة محترمة وصناعية الصراحة بيعملوا حاجة محترمة، اعرف ان انت هتقدم منتج محترم. حاجة جميلة جدا من شركة الحشاش اللي طبعا مشرفانا في كل المنتجات اللي بتقدمها لنا، واللي انا بسعى وبجتهد عشان اقدم المنتجات المحترمه اللي هي فعلا حاجه تشرف. طبعا نفس التصميم اللي احنا صورناه المره اللي فاتت، في اختلافات بسيطه زي الكعب اللي موجود دوت، مع انه متعب جدا في التقفيل، انما مش هيختلف عن الكعب التاني اللي احنا كنا بنصوره. اللوجو بتاع ملك الاجهزه شركه الحشاش، طبعا المقبض بتاعها غني عن التعريف. اللوجو الرسمي، ممكن كمان عايزين نحط الاستيكر العلامه المائيه احطه لك على الباب، ما عنديش اي مشكله. المقبض الجميل طبعا تبع شركه الحشاش، حاجه عظمه. اللون الاستانلس الذهبي فيه الصراحه خرافه. كمان عملنا حاجه تانية مميزه. الفرن اللي فات كان الظهر كان صاج مجلفن، عملناه كمان مينا، ومن الظهر بتاعه معمول مينا. دلوقتي معاك كل الفرن من الداخل بيت النار كله مطلب مادة المينا، ومعانا البلاطة بتاعة التصدير. طبعا بتدهنها شوية زيت وبتحرقها، بتفضل معاك وتستمر في التشغيل بتاعك، حاجة جميلة. الرف بتاعنا طبعا الحاجة الشيك الجميلة، معاه الأمان بتاعه القفل بتاعه عشان ما يطلعش. حاجة جميلة جدا الصراحة. أنا مش عايز أزود الفيديو عشان انا اتكلمت، بس كان لازم اللي احنا نصور الشكل الجميل من شركه الحشاش اللي عامله لنا في الستانلس الجولد. عشان كده انا قلت لك ممكن اعمل لك كل الالوان. هنزل لك فيديو هو شغلت طبعا احد العملاء بتاعتنا صوره لنا، وكان في فرن تركواز، حاجه جميله جدا مصورها، تشكر طبعا على اللي هي عملته وبعتت لنا الفيديو. هنزله لكم طبعا، ممكن تشوفه في اول فيديو او في اخر الفيديو. كمان هجرب لك انا الفرن الستانلس دوت، انا برضو جربته عندي وشغلته عشان يبان طريقه التشغيل بتاعه بتشتغل ازاي. حاجه جميله الصراحه من شركه الحشاش. تعال نشوف ايه اللي مع الفرن كمان دوت، الهدايا اللي هتنزل معاه، وطبعا ده خاص بالفرن الستانلس فقط. اول حاجه جايه مع الفرن صاج كامل بمساحه الفرن 40 في 50، هيتحط في الفرن كله، هياخد مساحه البلاطه كلها، تقدر تشتغل فيه تعملي فيه اللي انت عايزاه. وكمان ممكن بعد ما نخلص نحطه على الرف نحمر اي حاجه احنا بنستخدمه طبعا في كحك، في بسكوت، في طواجن، في اي حاجه انت عايز تستخدمها في الفرن هتستخدم وانت مطمن. طبعا معاه الكتيب الرئيسي اللي فيه اللاكور اللي بيركب مكان المنظم في الانبوبه. معاه طبعا المطرحة الخشب اللي انا قلت هدية مع اي فرن بيبي صغير هتطلع، وكمان المطرحة الحديد الصغيرة. كده هو زاد بس عن الفرن اللي فات اللي احنا حطينا صاج كمان مخصص. لازم اللي انا بالنسبة لي لازم الاستانلس اميزه عن اي حاجة. فرن محترم جدا، بيبقى غالي في التكلفة، يعني طبعا بيزيد له حوالي 1000 جنيه عن الفرن التاني، لازم طبعا يبقى مميز شوية عن اي حاجة تانية. تعالوا اوريكم الظهر اللي بنقول بقى مطلي مادة المينا. بص الظهر بتاعه، الظهر بتاعه كامل مطلي مادة المينا، بحافظ لك على الصاج بتاعك، بحافظ لك على الفرن بتاعك على المدى البعيد، تقدر تستخدم في الفرن بتاعك وتشغله. حاجة عاملة زي المراية. بص طبعا بسم الله ما شاء الله، حاجة فعلا محترمة جدا تستاهل التقدير وتستاهل اللي احنا نجتهد ونصورها لشركة الحشاش. فرن الحشاش الميني الجديد اللي استانلس سعره 3000 جنيه، وطبعا في اسعار جايه زياده. الاسعار التانية الافران اللي هي المقاسات النار من الجوانب زادت. هعمل فيديو ان شاء الله عشان اعرف فيه الاسعار، وكمان هنعمل حاجه جميله جدا لاول مره تنزل، انا بصممها في المصنع ان شاء الله، وباذن الله خلال 10 ايام ولا حاجه ان شاء الله هعرضها لكم. حاجه برضو جديده في الافران ان شاء الله، مش هنحرق المفاجاه غير لما ينزل. كل سنه وحضراتكم طيبين. ادعمونا بالاشتراك في القناه ولايك للفيديو لو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. انا اشتريت من الاستاذ محمود الفرن دون. الفرن البيبي الصغير اللي بيتحط على الرخامه ده جميل جدا يا جماعه، وده اول مره اشغله اهو، وجميل جميل بجد تحفه. ربنا يخليك يا استاذ محمود يا رب. تاني منتج اخده منه
بجد جميل. عندي على فكرة اخوه اللي 80 حاطاه في البلكونة، بس حبيت يعني ده احطه في المطبخ بدل ما اروح واجي على البلكونة، يبقى في المطبخ قدامي على الرخامة، يبقى جميل وعملي وحلو جدا جدا. ربنا يبارك لك يا استاذ محمود يا رب. السلام عليكم. انا اشتريت الفرن ده من عند ملك الاجهزه، فرن الحشاش، وده تاني مره اخد منه فرن. كنت واخده الفرن قبل كده منه من سنه 80 في البلكونه عندي جميل قوي. انا حبيت برضه اوريكم الفرن البيبي الصغير ده مقاس 45، بس جميل قوي قوي، حلو وعملي، وتحط على الرخامه في البيت، وانا حاطه على الرخامه اهو جميل جدا. انا اول مره اشغله النهارده، خدته منه بقالي اسبوع، اول مره اشغله النهارده. فرن الحشاش ده من ملك الاجهزه استاذ محمود، بجد جميل، ودايما بيفاجئنا الاستاذ محمود بالحاجات الجميله، ويا رب دايما في تقدم يا استاذ محمود. شكرا على الفرن الجميل ده. تجربة فرن الحشاش اللي ستانلس الميني الصغير، انا هو شغال من تحت وعندنا شغال من فوق، حاجة عظمة مع المطرحتين مع الصاج بتاعه ده، حاجة ايه عظمة.